أكيد سمعت عن موقع خمسات للعمل الحر، بس أنت مش عارف تتعامل مع الموقع ولا عارف تجيب أول عميل ليك على موقع خمسات، ولا حتى عارف المهارة اللي المفروض تتعلمها عشان تقدمها على موقع خمسات. وعشان كده يا صديقي هعمل لك سلسلة من الفيديوهات واخدك في رحلة على موقع خمسات من أول التسجيل في الموقع لحد ما تاخد أول عميل على الموقع، وهشرح لك كل حاجة بالتفصيل. بس عاوزين نعمل تحدي مع بعض، هنبني سيستم من خلاله نوصل لأول عميل على موقع خمسات في شهر واحد فقط. واللي حابب ينضم للتحدي ده يعمل لايك وكومنت ويتابع الفيديوهات الجاية ويطبق اللي هنقول عليه، وكمان ينضم لقناة التليجرام عشان يتابع كل جديد. وهتلاقي رابط قناة التليجرام في الوصف. وصلي على النبي وتعالى أعرفك إزاي تسجل في موقع خمسات وتعمل حساب عليه وتوثق الحساب كمان. أول حاجة هنروح على جوجل ونكتب في السيرش خمسات، وبعدين هنضغط على أول سيرش اللي هو موقع خمسات. هيدخلنا على الموقع بالشكل ده كده. هيقولك هنا انجز أعمالك بسهولة وأمان بأسعار تبدأ من $5 فقط. وخلينا نوضح نقطة هنا، مش معنى ان الموقع خمسات اسمه موقع خمسات فكل الأعمال اللي عليه وكل الخدمات اللي عليه قيمتها $5. لا، الأعمال بتبدأ قيمتها من $5. أي خدمة بتتم على الموقع بتبدأ من $5، مش أقل من $5. فممكن توصل ل$1000، مفيش أي مشكلة خالص. وتعالوا نشوفه مع بعض. لو نزلنا لتحت بالشكل ده كده هنلاقي الخدمات اللي انت ممكن تقدمها على موقع خمسات إن كنت بائع أو مشتري، وهنعرف كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة مثلا التصميم، ودي في المرتبة الأولى. بعد كده البرمجة والتطوير، بعد كده الفيديو والأنيميشن، الهندسة المعمارية، الصوتيات، الأعمال، تعليم عن بعد، وهكذا. طبعا في خدمات كتير جدا ممكن تقدمها على الموقع. هتقولي طيب أنا مش متعلم مهارة ولا عندي مهارة أقدمها ولا الكلام ده كله. كل ده محلول، هقول لك على الخطوات اللي انت المفروض تعملها بالتفصيل. ولو انت ما عندكش مهارة ازاي تكتسب مهارة وازاي تقدمها على الموقع. هقول لك على كل حاجة، هاخدك في رحلة تعليمية من الألف للياء لحد ما تاخد أول عميل على موقع خمسات. فأنا مش عاوزك تقلق من حاجة، بس امشي على الخطوات اللي أنا هقولها لك بالتفصيل. تعال مثلا ندخلوا على أي خدمة كده احنا بنقدمها على القناة بتاعتنا. مثلا الفيديو والأنيميشن، هندخل على الفيديو والأنيميشن بالشكل ده كده. وبعدين هندخل مثلا على فيديوهات الموشن جرافيك. طبعا الفيديو والأنيميشن هنلاقيها متقسمة لمجموعة أقسام: مونتاج الفيديو، تصميم فيديو إعلاني، تصميم انترو، تصميم فيديو يو جي سي، موشن جرافيك، تصميم فيديوهات قصيرة، وهكذا. فخلينا مثلا نروح على الموشن جرافيك. هنفتح الموشن جرافيك بالشكل ده كده ونشوف الخدمات المتوفرة وأسعارها إيه في الموشن جرافيك. أول حاجة عشان تبيع الخدمة بتاعتك على موقع خمسات في طريقتين اتنين. أول طريقة إن أنت بتعرض الخدمة بتاعتك على الناس اللي داخلة تشتري الخدمات من على موقع خمسات. يعني مثلا أنا بقدم خدمة التصميم، خدمة الموشن جرافيك، فأنا بكتب أنا بقدم خدمة الموشن جرافيك كذا كذا كذا، زي ما احنا شايفين مع بعض. وكل واحد كاتب هو بيعمل ايه. مثلا هو كاتب هنا فيديو موشن جرافيك مع تعليق صوتي، يعني هو بيقدم موشن جرافيك مع تعليق صوتي، والخدمة بتاعته بتبدأ من $5. طب $5 دول لإيه؟ $5 دول هتلاقيهم مثلا لل10 ثواني، لل20 ثانية، الكلام ده كله. مفيش فيديو موشن جرافيك ب$5. فحتى لو جينا دخلنا جوه بالشكل ده كده او ضغطنا على الخدمة ديت، يعني هنلاقي هنا الأسعار بتبدأ من $5. بس لو جينا قرينا هنا كده للحصول على فيديو موشن جرافيك لمدة 15 ثانية مع تعليق صوتي مميز سعره $30. يعني ال 15 ثانية سعرها $30، ومدة التسليم بتكون يوم واحد. طيب هنا بقولك للحصول على فيديو موشن جرافيك لمدة 30 ثانية مع تعليق صوتي مميز $50. وهنا الخدمات مش سعرها $5 زي ما الناس فاكرة، لا، هنا الخدمات بتبدأ من $5 وبتزيد وبتوصل ل$1000. لو جينا هنا لسعر الدقيقة في فيديو الموشن جرافيك هنلاقيها ب$100. سعر الموشن جرافيك عالي جدا يا شباب في السوق، وخاصة في الخليج. ولو انت عاوز تتعلم مهارة الموشن جرافيك في وقت قصير جدا كمل معايا الفيديو عشان هقولك تتعلمها ازاي وفي وقت قصير جدا. حتى لو معاك تليفون فقط او معاك بي سي او معاك لابتوب او معاك ايباد، اي جهاز معاك انا هخليك تتعلم بيه مهارة وتبدأ تقدمها على موقع خمسات. ودي كانت اول طريقة عشان تبيع خدماتك على موقع خمسات. تمام جدا.
تاني طريقة اللي هي إيه؟ الطريقة التانية إن الناس بتبقى طالبة خدمات وأنت بتدخل تقدم عليها، يعني مثلا واحد طالب خدمة فيديو موشن جرافيك أو تصميم مثلا فيديو إعلاني، وأنت بتدخل تكلمه وتقول له أنا ممكن أعمل لك الخدمة ديت بتفاصيل كذا 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 والسعر بتاعي كذا كذا، والأعمال بتاعتي السابقة هي تمام. وبتبدأ تتناقش معاه لغاية ما توصل معاه لاتفاق، وبالاتفاق ده طبعا بيتم من خلال موقع خمسات، وبتتمم الاتفاق معاه وبتبدأ شغل مع بعض، طبعا بيديك مقدم وبعد كده بتبدأ شغل. تمام جدا، يبقى دي الطريقة التانية، وهنعرف الطريقتين مع بعض بالتفصيل، بس أنا بوضح لك إيه اللي بيتم على موقع خمسات وإيه الطريقة اللي بيتم بيها العمل الحر على موقع خمسات. طبعا إحنا هنعمل سلسلة من الفيديوهات لموقع خمسات، مش مجرد فقط لا غير اللي أنا هعلمك إنك تسجل على موقع خمسات وفقط لا غير، لا أنا هقول لك إزاي تاخد أول عميل. أنا هتني معاك في سلسلة من الفيديوهات لحد ما تاخد أول عميل على موقع خمسات، وكمان تتعلم مهارة تقدمها على موقع خمسات. دلوقتي خلينا نرجع لورا كده بالشكل ده كده ونبص على الخدمات التانية اللي ممكن احنا نقدمها على موقع خمسات. كده احنا يعني شفنا قسم الفيديو او الانيميشن. خلينا نروح مثلا على قسم التصميم، ده برضو يخصنا من هنا، ومثلا ورحنا على تصميمات منشورات السوشيال ميديا. مثلا هندخل على تصميمات السوشيال ميديا بالشكل ده كده، هيقول لك الخدمات هنا بتبدأ من $10. خلينا ندخل على الخدمة دي كده ونشوف الأسعار بتاعتها ايه. هنا قيمة التصميم كام؟ قيمة التصميم $5. هنا مثلا عامل لك باقة 10 تصميمات عاملة $100، والتسليم في خلال 7 أيام، وهكذا كأنك بتعمل عروض للعملاء بتوعك يعني تمام، عشان تجذب برضو العميل بتاعك. ده بالنسبة للخدمات اللي انت ممكن تقدمها على موقع خمسات. دلوقتي احنا عاوزين نسجل في موقع خمسات ونعمل الحساب بتاعنا عليه، وكمان نعمل توثيق للحساب بتاعنا. قبل ما نعمل حساب على موقع خمسات انت لازم تعرف حاجة مهمة جدا، لازم تعرف المهارة اللي انت هتقدمها على الموقع. انا دلوقتي عملت حساب وانا ما عنديش مهارة اقدمها، اكنك ما عملتش حاجة. فانت دلوقتي لازم يكون عندك مهارة تقدمها على موقع خمسات. زي ما احنا شفنا هنا كده، عندنا مهارة التصميم وعندنا مهارة الفيديو والانيميشن، والمهارتين دول مطلوبين جدا 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 في سوق العمل على موقع خمسات. طب انا لو عايز اتعلم اي مهارة من دول واتعلمها في وقت قصير جدا، الموضوع سهل وبسيط جدا. انا عملت لك مجموعة من الكورسات اللي بتأهلك لسوق العمل، ان كان في الموشن جرافيك، ان كان في التصميم، ان كان في المونتاج، كل ده احنا عملنا كورس ليه من الالف للياء. كل كورس من دول بيعلمك المهارة بشكل متقن جدا جدا جدا، يأهلك انك تدخل سوق العمل. مش مجرد ان انا بديك مجموعة من المحاضرات وخلاص، انا بعرفك ازاي تبني تصميم بقواعد تصميمية صحيحة. يعني في كل كورس من دول احنا بنتعلم المهارة بشكل متقن جدا. الثلاث كورسات دول بيعلموك 3 مهارات مهمة جدا 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 ومطلوبة على موقع خمسات. يعني مثلا كورس الموشن جرافيك مكون من 50 محاضرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بعلمك الموشن جرافيك على كانفا بشكل احترافي جدا جدا جدا. وكمان في كل الكورسات اللي احنا بنقدمها بيكون في متابعة دورية مع المتدرب، يعني بناخده في رحلة تعليمية خطوة بخطوة، بنكون معاه في كل خطوة هو بيعملها، وكمان بنقيم الشغل اللي هو بيعمله عشان يكون الشغل بتاعه احسن حاجة ويطلع بنتيجة نهائية ما فيهاش غلطات، عشان الشغل ده هيتحط في الملف الاعمال بتاعه والبورتفوليو بتاعه. والبورتفوليو ده هو السلاح بتاعك في سوق العمل، يعني البورتفوليو ده انت اللي هتوريه للعميل، فلو البورتفوليو بتاعك او اعمالك فيها اي غلطات طبعا العميل مش هيشتغل معاك. وده اللي احنا بنشتغل عليه في الكورسات بتاعتنا، اللي احنا بنأهلك لسوق العمل ونخليك تبني بورتفوليو قوي جدا ما فيهوش اي غلطات. وطبعا الاعمال اللي بتكون فيه بتكون انت اللي منفذها خطوه بخطوه، بس احنا بنكون معاك في عمليه التنفيذ عشان لو في اي غلطات. حتى بعد ما تشتغل على مواقع الفريلانس احنا برضو بنكون معاك، عشان الكورسات بتاعتنا مستمره ومتحدثه. يعني مثلا الكورسات بتاعتنا مش بتكون لفتره وبتنتهي، احنا بنكون معاك في اي وقت انت هتحتاجنا فيه. كده كده انت حضرتك بتنضم لجروب تليجرام بيكون خاص بالتدريب العملي والمناقشات وحل المشاكل. وقت ما تسأل اي سؤال او تحتاجنا في اي حاجة احنا بنكون معاك خطوة بخطوة. وده طبعا بيتم في اي كورس احنا بنقدمه، ان كان كورس التصميم او كورس الموشن جرافيك او كورس المونتاج على كاب كات. طبعا احنا بنقدم كورس التصميم على كانفا، وكانفا اداة قوية جدا جدا جدا. وده مثلا بعض شغل المتدربين في كورس التصميم على كانفا. زي ما احنا شايفين المستوى عالي جدا جدا في الكورس اللي احنا بنقدمه. وفي كورس الموشن جرافيك هنطبق على تطبيقات قوية جدا في الموشن جرافيك. التطبيقات ديت بتنافس افتر افكت والبرامج التقيلة في الموشن جرافيك. زي ما قلت لك كانفا أداة قوية تقدر تعمل عليها كل حاجة،
والميزة في كانفا اللي انت بتتعلم اسرع من اي برنامج تاني. وفي كورس المونتاج على كاب كات بنتعلم المونتاج برضو بشكل احترافي جدا جدا جدا. بنتعلم مونتاج الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الاعلانية وفيديوهات الموشن جرافيك والمونتاج العبقري والمونتاج الاعلاني. يعني كل كورس من دول بياخدك في رحلة تعليمية قوية جدا 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 بتأهلك لسوق العمل. وكمان عملت لك خصم 70% على جميع الكورسات اللي احنا بنقدمها. يعني الكورس دلوقتي بسعر رمزي جدا جدا جدا. وطبعا جميع الكورسات موجودة على منصة الكورسات الخاصة بينا، وتقدر تشتري اي كورس من خلال المنصة بشكل مباشر بكل سهولة. لو انت خارج مصر تقدر تشتري الكورس لو معاك فيزا كارد او ماستر كارد من خلال المنصة بتاعتنا. ولو انت جوه مصر هتلاقي جميع الطرق متاحه مع حضرتك، ان كان الفيزا كارد او فودافون كاش او انستا باي، كل الطرق هتلاقيها متاحه. ولو انت عاوز تشتري الكورس مباشر من خلالنا ممكن تتواصل معايا على الواتساب، وهقول لك على طرق دفع متاحه تانية زي باينانس وباي بال وستير يونيون. جميع طرق الدفع هتلاقيها متاحه ان شاء الله. هتلاقي رابط المنصه في الوصف، وبرضه هتلاقي رقم الواتساب بتاعي في الوصف. تعالى بقى اقول لك ازاي تسجل في موقع خمسات وتفعل الحساب بتاعك وتعمل له توثيق. هنروح على موقع خمسات تاني بالشكل ده كده، وبعد كده هنضغط على حساب جديد. بعد كده هيقولك هنا دخل المعلومات بتاعتك، دخل الاسم بتاعك هنا واسم العائلة والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. بعد كده بتضغط على أقر وأوافق على شروط الاستخدام والخصوصية، وبعدين هنا هتقول له هنا أنا لست برنامج روبوت بالشكل ده، أو ممكن تريح دماغك من ده كله وبعدين تضغط على إنشاء حساب باستخدام جوجل. فخلينا مثلا نضغط على باستخدام جوجل ونختار الحساب بتاعنا أو الجيميل بتاعنا بالشكل ده كده. هيقول لي دلوقتي انت مشتري ولا بائع على موقع خمسات. طبعا احنا هنبيع الخدمات بتاعتنا على موقع خمسات، فانا هقول له انا بائع. بعد كده هتختار المسمى الوظيفي بتاعك اللي هو مصمم جرافيك. بعد كده هيقول لك دخل اسم المستخدم بتاعك، فانا هدخل اسم المستخدم بتاعي. بعد كده هقول له وافق على شروط الاستخدام، وبعد كده هضغط على اكمال. وبكده احنا انشأنا حساب على موقع خمسات. بعد كده ننتقل للخطوة اللي بعد كده اللي هي توثيق الحساب بتاعنا على موقع خمسات، ودي خطوة مهمة جدا جدا. أول حاجة هندخل على الحساب بتاعنا على موقع خمسات، هنطلع على فوق بالشكل ده كده ونضغط على الحساب بتاعنا ونضغط على اسم الحساب بتاعنا. بعد كده هندخل على تعديل الملف الشخصي. هتلاقي هنا في رسالة بيقول لك لم يتم توثيق هويتك بعد، فهنضغط على وثق هويتك. بعد كده هنضغط على توثيق الهوية. هيطلب منك بعض البيانات، هنكتب الاسم هنا. بعد كده بيقول لك هنا اكتب اسمك باللغة الإنجليزية. بعد كده بتختار الدولة، طبعا هي مصر. بعد كده تاريخ الميلاد، هتكتب تاريخ الميلاد بتاعك هنا كده. بعد كده هتوافق على البيانات اللي انت ادخلتها. بعد كده هتضغط على الخطوة التالية. بعد كده هترفع له صورة البطاقة، بيقول لك هنا اختر صورة الوجه الأمامي للبطاقة، فانت هتضغط على اختر صورة الوجه الأمامي. فهنختار صورة الوجه بالشكل ده كده ونضغط على اوبن. ولكن خلي بالك لازم تكون الصورة واضحة. بعد كده هنضغط على الخطوة اللي بعد كده. بعد كده بيقولك اختر صورة الوجه الخلفي، فهنضغط على اختيار الصورة ونختار الوجه الخلفي بالشكل ده كده. جميل جدا. بعد كده هنضغط على الخطوة التالية. بعد كده بيقولك اختار صورة سيلفي مع البطاقة أو الهوية بتاعتك، تمام بالشكل ده كده. يعني تكون انت ماسك الهوية بإيدك ويكون وشك ظاهر في الصورة والهوية ظاهرة في الصورة. فانت هتتصور سيلفي بالطريقة ديت، وبعدين تضغط على اختيار صورة السيلفي، وبعدين تختار الصورة اللي هي بتكون بالشكل ده كده، وبعدين تضغط على اوبن اللي هي الصورة بتكون بالشكل ده كده يا شباب. بعد كده هتضغط على ارسال طلب توثيق الهوية. زي ما احنا شايفين بيقولك شكرا لإتمام طلب توثيق الهوية، سنراجع طلبك ونؤكد هويتك خلال 48 ساعة القادمة. بكل بساطة ففي خلال 48 ساعة بيتم توثيق الهوية بتاعتك وبيتم توثيق الحساب بتاعك. جميل جدا. هنضغط على القائمة الرئيسية كده عشان نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا. فاحنا هنستنى 48 ساعة، وفي الفيديو الجاي هقولك على الخطوات اللي انت المفروض تعملها بعد كده عشان تبدأ تحط الخدمات بتاعتك على موقع خمسات على الحساب بتاعك، وكمان تعمل الوصف التعريفي للحساب بتاعك وكل الخطوات لحد ما توصل لأول عميل على خمسات. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة.